انت طيب صح؟ ايه رأيك في الطيبة؟ ايه رأيك فيها؟ ما تاكلش عيش في الزمن ده. طب ايه رأيك في الشرف والرجولة والجدعنة والشهامة والتضحية؟ احسن حاجة بس مش زمنهم صح؟ لو قلت كده يبقى انت لا طيب ولا جدع ولا شهم ولا مؤاخذة ولا بتفهم في الأصول. لأن الطيب والجدع والشهم عارف إنه مش أوبشن، عارف إن هو مش على المدار، مش بمزاجك. يعني لو أنت أصيل ما تعرفش ما تبقاش أصيل، يعني لو حضرتك شهم مهما حصل ما تعرفش تستندل. الجدع لو أنت جدع ما يعديش في دماغك أوبشن قلة الأصل. أصلا عمرك ما هتلاقي طيب بجد أو ابن ناس بجد أو جدع بجد أو أصيل بجد تلاقيه بيقول لك لا والله الحاجات دي كلها حلوة بس مش زمانها، لأنها مش بالوقت، لأنها مغروسة فيك زي الوتد، يا إما مش موجودة بس أنت مش عارف تواجه نفسك. أستاذ خالد محمد خالد في كتابه أظن الوصايا العشر كان بيقول جملة اتحفرت جوايا. كان بيقول ان في انسان شريف وانسان بيتحلى بالشرف، في انسان طيب وفي انسان بيتحلى بالطيبه، وفي انسان جدع وفي انسان بيتحلى بالجدعنه. ايه الفرق يا مولانا؟ قال لك بص، هي النظافه اساسا حلوه، يعني ما نقدرش ننكر ان النظافه حلوه حتى اللي مش نظيف. يقول لك حتى الناس اللي مش نظيفه بيجملوا سوقهم، ما بيقولوش الاسامي الحقيقيه للي بيعملوه، فبيسموا السرقه شطاره والنصب فهلوه. المهم ان هم بيدعوا ان هم نضاف وشرفه، فالنظافه ليها قيمتها وكتير قوي بيدعوا النظافه. مفهوم يا مولانا؟ يجي مولانا يقول لك في ناس كتير لبست توب الجدعنه وكذبت، ولما اتعاملوا باللي يرضي ربنا ربنا وسعها عليهم، بس هو من جواه ولا جدع ولا بيتقي ربنا، هو اعجب بيهم وكسب بيهم، واول ما يختبر تلاقي فلان اللي مستحيل يغدر انه يخون خان. تتعجب ازاي الشريف يخون. الحكيم هنا بيقول لك هو ما كانش كده خالص، هو عمره ما كان شريف، هو تحلى بالشرف، هو تحلى بالشرف وأنس بيه وأعجب بيه وأعجب بإعجاب الناس بالشرف ده. غير ان الفتنة فضاحة والاختبار كاشف. وكلمتي للجدعان مش اللي اتحلوا بالجدعنة، للشرفاء كل وقت اللي بيدفعوا تمن شرفهم من غير ولولة، كأنها ضريبة مكتوبة مفيش منها مهرب وإن كان عليها أجر. قول لهم مفيش تعارض إنك تكون جدع وذكي، طيب ونبيه، شريف وليك حيلة، مش التفاف على الشرف ولكن حماية للشرف. هو ما عندوش اوبشن، عنده حكمة بيحمي أصالته بالقوة والحيلة والمزيد من الطيبة والمزيد من الأصالة. ودي نقطة مهمة، مين قال إن الشر وسواد القلب منجها أو بيحمي لأصحابه؟ الموت مكتوب بس موت شريف. الابتلاء حاصل فلتصمت بشجاعة، المحنة جاية بس لما تيجي تكون انت واقف في معسكر